اعتلال الشبكية السكري مرض يؤثر على الشبكية الحساسة للضوء لدى مرضى السكري. يظهر اعتلال الشبكية في بدايته علامات لزيادة التسرب من الأوعية الدموية. إذا كنت مصابا بالنوع الأول من السكري، فتتمثل المشكلة الأساسية عادة في تكون أوعية جديدة تنمو من العصب البصري أو أي مناطق طرفية أخرى من الشبكية. ويسمى ذلك اعتلال الشبكية السكري التكاثري. ومع الأسف هذه الأوعية الدموية الجديدة سهلة التسريب، وكثيرا ما تنزف داخل العين مكونة نزيفا أمام الشبكية. ويؤدي هذا النزيف إلى فقدان مفاجئ في البصر، ويجب أن يخضع إلى الفحص العاجل من قبل أخصائي العيون. في النوع الثاني من السكري، فتتمثل المشكلة الأساسية في اعتلال البقعة الصفراء السكري. التسرب من الأوعية الدموية عند البقعة الصفراء يؤدي ببطء إلى تلف الشبكية. تختلف أعراض اعتلال البقعة الصفراء من عدم وضوح الرؤية وتشوهها إلى صعوبة القراءة. العلاج الأكثر شيوعا لاعتلال الشبكية السكري هو التخدير الضوئي بالليزر الأرجوني. ويجرى العلاج في العادة في العيادة الخارجية، حيث يسلط علاج الليزر بالقرب من موضع التسرب. يعد العلاج بالليزر فعالا في إيقاف تقدم اعتلال الشبكية والحفاظ على البصر.